ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا النهاردة الجزء الثاني من فيديو كفتة الرز. هنحضرها مع بعض بأبسط طريقة، كمان تقدري تضيفيها مع اي نوع خضار انت بتحبيه. بس يلا قبل ما نبتدي انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول. هننزل بحلة على النار وفيها معلقة كبيرة من الزيت وعليها مكعب من الزبدة. تقدري تستغني عن الزبدة لو مش عندك، يعني عادي ممكن تعملي بزيت بس. اول ما الزبدة بتاعتنا تسيح كده والزيت يسخن، هننزل عليها ب3 فصوص كبار من الثوم. لو حابة تزودي الثوم او تقلليه براحتك، ده حاجة راجعة لذوقك الشخصي. هننزل بقى بالثوم بتاعنا مع الزبدة والزيت، ونبدأ نحمره لحد ما ياخد لون معانا ذهبي. اهم حاجه ما تسيبوش بس ان هو يتحرق، علشان ما يديش تيست مش حلو مع الاكل، يعني في الصلصه يعني. هنقلب كده لحد ما ياخد معانا لون ذهبي. خلاص اهو بدأ ياخد اللون الذهبي، وهنا الزبده هتساعد على ان هو ياخد لون ذهبي اسرع. هننزل عليها بقى بالصلصه بتاعتنا. كمان كميه الصلصه تقدري تضيفيها زي ما تحبي، يعني لو بتحبي الصلصه تقيله او خفيفه زي ما بتحبي. دي صلصه انا كنت مفرزاها، كنت عامله الفيديو معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك تحت في الوصف. هنبدأ ننزل بالصلصة بتاعتنا كده، هنقلبها مع الثوم، وهنسيبها مع الثوم شوية كده يتسبكوا. لو انت مستعملة طماطم بيور عادي، تقدري تضربي طماطم فريش يعني وتحطيها معاها، مش هتفرق. بس الفرق بس ان انت هتسيبها تتسبك مع الثوم شوية. انما هنا الصلصة بتاعتي خلاص هي متسبكة جاهزة، فهضيف على طول الشوربة. الشوربة برضو هنا اختياري، لو مش متوفرة عندك تقدري تضيفي مكعب من المرقة او تستغني عنه عادي. هي كده الكفتة بتاعتنا فيها لحمة، فهتنزل مرقة مع الصلصة. هنسيبها بقى لحد ما تغلي. هنا هخففها بشوية مية كمان. انا عايزة الصلصة تبقى خفيفة خالص، لان لما لسه هنسقط فيها الكفتة هتتقل معانا. الرز بتاع الكفتة هينزل النشا بتاعه وهتتقل خالص، فخففي الشوربة، فخففي الصلصة بتاعتك خالص. هنضيف بقى الملح بتاعنا حسب الرغبة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من السكر علشان تقلل من حموضة الصلصة شوية. هنقلبهم بقى مع بعض كده لحد ما الملح بتاعنا يدوب والفلفل يمتزج مع الصلصة. هنغطيها بقى ونسيبها لحد ما تبدأ تغلي. خلاص ما بدأت تغلي معانا اهي. هننزل بقى عليها بالكفتة بتاعتنا. دول حوالي تقدري تقولي نص كيلو من الكفتة مثلا. هننزل بالكفتة بتاعتنا ونديها تقليبة كده بسيطة. هنغطي بقى ونسيبها ان هي تستوي خالص. هتسيبيها حوالي نص ساعة، وبعد كده تطلعيها بقى تختبريها، تدوقي واحدة شوفها استوت كويس ولا لسه محتاجة سوا. زي ما قلنا تقدري برضو تعمليها مع الخضار. تقدري تضيفي معاها بطاطس، بس البطاطس هتطلع معاكي الصلصة تقيلة خالص، لان البطاطس هتنزل النشا برضو. او تقدري تعمليها مع بسلة وقلقاس، دول افضل حاجة تقدري تضيفي معاهم الكفتة. خلاص هنا الكفتة بتاعتي بعد ما استوت، شايفين القوام بتاع الصلصة تقل. علشان كده مهم جدا ان انت تخففي الصلصة بتاعتك من البداية، علشان لما تتقل كده يبقى القوام بتاعها مناسب وكويس، متبقاش جابسة خالص. يلا بقى علشان نقدمها. قدميها بقى مع رز.
تقدري تعملي رز سادة او رز حباية وحباية او رز بالشعرية زي ما تحبي. الكمية اللي انا عاملاها النهاردة دي تكفي فردين. ضعفي بقى انت على حسب العدد عندك. وده بيكون شكل الطبق بتاعنا. قدموه بقى بالهنا والشفا. بس كده بكده يكون فيديو النهاردة خلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. بحبكم.